السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيك. في الفيديو ده هقول لك إزاي تستخدم منصة جوها ليفل الرائعة المتكاملة جدا اللي فيها اوتوميشن وفانل وويب سايت وفيها بيبلاين وفيها كالندر وفيها يعني أداة تكاملية جدا، وأداة تقدر تعمل عليها شغلك كله. إزاي تقدر تستخدمها لشغلك أنت الشخصي أو لعملائك، يعني أنت ممكن تبيعها للناس اللي عندهم كورسات، الناس اللي عندهم منتجات رقمية، الناس مثلا أطباء الأسنان، واي حد عنده بيزنس اونلاين تقدر تبيع له الاداه دي انت من خلالك. وازاي تاخد وايت ليبل منها بسهوله، وازاي تكسب انت من عملائك من بيع الخدمات ومن بيع الحسابات او السوفت وير. يعني انت ممكن تقدر تبيعها كاداه تكامليه جدا وتبيع خدمات معاها لعملائك، وتبيع بالسعر اكتر من اللي بتبيعه المنصه ليك انت وللناس التانية اللي هو الاجنسي برضو اللي زيك. فبالبدايه خليني اقول لك جو هاي ليفل اداه رائعه جدا، اداه تكامليه زي ما قلنا، تقدر تعمل عليها سيلز فانل، وتقدر تعمل عليها ويب سايت، وتقدر تعمل عليها مواقع إلكترونية، وتقدر تعمل عليها أكتر من كده أوتوميشن بالواتساب، تقدر تعمل عليها أوتوميشن الاس ام اس ورسائل أوتوميشن إيميلات، وتقدر تعمل عليها فانل، والبلدر بتاعها سهل جدا ومش معقد بشكل كبير. هنا بيوري لك الخصائص اللي انت هتاخدها لما تشتري ساس من عندهم او وايت ليبل. يعني ايه ساس او وايت ليبل؟ يعني انت بتشتري من عندهم ساس، يعني تدفع في الشهر مثلا $100 او $300 الخطتين الاولانيين، وبيدي لك مثلا 3 حسابات في الخطه اللي هي $100، 3 حسابات انت بتبيعهم لعملائك. او لو عايز تكبر الاجنسي بتاعتك بتاخد الخطه اللي هي $300 وتبيع انليمتد، يعني عدد حسابات لا نهائي من العملاء. يعني كل عميل عندك انت بتعمل له خدمه، او كل عميل بتبيع له حساب من عندك انت بياخد حساب ويحاسبك شهري او سنوي. فكده اصبح انت عندك وايت ليبل باسمك انت، باللوجو بتاعك، بالالوان بتاعتك، انت تقدر تبيع لعملائك. هو العميل يعني ما يعرفش اذا كنت انت واخد من جوه ليفل او من غيره، هو العميل ليه حساب بيشتغل شهري او سنوي، وتقدر انت تكسب من الوايت ليبل بتاعك ده، انت واخد من جوه هاي ليفل، تقدر تكسب شهري وسنوي بمنتهى السهوله. دي الامكانيات اللي عندهم. يعني هو بيعمل لك سي ار ام وبلاين مانجمنت، ده هو الغى الادوات دي، بيقدر يعمل لك سيلز فانل من زي كليك فانل مثلا او غيره، او ويب بيلدر، بيقدر يعمل لك ويب سايت بيلدر. عنده هنا الغى ويلد بليس ومنصه ويكس، عندك مثلا سورفي وفورم. هو مش الغى، هو يعني تفوق عليهم. ليه تفوق عليهم؟ لأن الإمكانيات في المنصة بصراحة كبيرة جدا وانتشرت بشكل كبير، رغم ان المنصة يعني تم تأسيسها بعد الأدوات دي كلها اللي انت شايفها. ده غير انت تقدر تعمل عليها اوتوميشن وكل المميزات دي اللي انت شايفها. انا هسيب لك لينك المنصة دي تحت في الديسكريبشن تبع الفيديو، وده مش لينك افيليت ولا حاجة، ده لينك بس علشان تعرف تخش على المنصة وتعرف المميزات تبعها ايه. وهنا بيقول لك لو عايز تبدأ من 14 يوم فري ترايل، حتى لو ما عجبتكش المنصة، وحتى انت لو حسيت البيزنس مش مناسب ليك تقدر تكنسل بكل سهولة، مش هيخصم منك أي شيء. خلينا نشوف أسعار المنصة المبدئية. يعني مبدئيا عندهم خطة $97. الخطة دي عندك 3 سب أكاونت بس زي ما قلنا، هي دي الخطة الأولانية. الثلاثة سب أكاونت دول ما أعتقدش إن هم هيبنوا لك بيزنس كبير بشكل كبير، وبزنس يعني تقدر تخليه واقف على أرض صلبة. 3 بزنس اكونت هتدفع $100 شهريا او $97. عندك هنا انليمتد كونتاكت، يعني انليمتد عملاء، يعني انت حسابك الفردي اللي انت هتشتغل عليه ده هيبقى ليك حساب فردي انت شغال عليه، واثنين حسابات برضو فرديين تبيعهم عملائك او تديهم لاي حد من اصحابك يعني. فهيبقى عندك انليمتد كونتاكت، يعني انليمتد عملاء في كل حساب. لو انت بتبيع كورسات هيبقى عندك unlimited، يعني عندك كورس على سبيل المثال ممكن تدخل عليه 10,000 عميل، 20,000 عميل زي ما انت عايز. وعندك دعم برضه سبورت بيشتغل 24 ساعة لمدة 7 أيام. لكن الخطة الأكبر بيقول لك هنا unlimited سب أكاونت، يعني هتبيع حسابات، عدد حسابات لا نهائي. يعني أنت ممكن تطلع من عندك 100 حساب على أقل تقدير، يعني خلينا نقول 100 حساب. لو أنت بدأت تتسوق بشكل صحيح وبدأت تدمج ما بين تسويقك لخدماتك وبين تسويقك للحسابات، يعني في باكج واحده مثلا. وهقول لك ازاي تعمل الكلام ده، وهوري لك ناس دلوقتي بتعمل الكلام ده وعندهم نفس الخدمه دي وشاريين برضو من جوه هاي ليفل. هدي لك مثالين، مثال في الوطن العربي ومثال في السوق الاجنبي الاثنين. وعندك هنا برضو يوزر ايجنت ريبورتنج، بيدي لك ريبورت عن طريق الذكاء الاصطناعي، عن طريق شغلك، بيعرفك شغلك وبيعرفك اللي عندك في الايجنسي بتاعتك. في باقه برضو اكبر من كده، هي اللي هي ب 497 دولار، بيبقى فيها امكانيات اكتر، وبيبقى فيها يعني ذكاء اصطناعي،
يعني بصراحة يعني متقدم شوية. فدي الإمكانيات اللي في المنصة، يعني ده بس على سبيل الذكر وليس الحصر. المنصة إمكانياتها أكتر من كده بكتير جدا. أنت تقدر تستغل الخطط دي. أنت ممكن تعمل خطط لحسابك وما تحطش كل الإمكانيات اللي في المنصة اللي هي دي، ما تحطهاش كلها. أنت ممكن تعمل خطة مثلا ب $49 في الشهر أو $97 في الشهر. هتقول لي أنا هبيع زي المنصة، هقول لك أنت ممكن تبيع أكتر من المنصة. أنت ممكن تبيع الحساب الفردي الواحد ب $97 وهو هنا عامل لك 3 حسابات. أيوة تقدر، ولكن علشان تزود مبيعاتك وتجيب عميل جودته عالية ما يكنسلش الاشتراك فيما بعد، يفضل مشترك معاك سواء شهري أو سنوي، هتدي العميل معاه مثلا كورس يشرح المنصة، أو شوية قوالب أنت تكون شاريها وأنت عاملها بإيدك على كل حساب، أو دعم فني مثلا على مدار الساعة، وهكذا. فالعميل هيحس بالكلام ده. أو مجتمع مثلا، تجيب الناس اللي أنت مثلا مشتركين عن طريقك في مجتمع معين، تجمعهم علشان أي حد عنده مشكلة أو أي سؤال ينزله في المجتمع ده، وحد من فريقك أو أنت شخصيا ترد عليه وتحل له المشكلة دي. فكده أنت هتبيع أكتر من منصة. وأنا أعرف ناس شخصيا بتبيع أسعار بأعلى من دي كمان. وهنا السعر ده انت ما تتخضش منه. انت ما يعني لو جبت 3 عملاء انت غطيت السعر ده. يعني في ناس، اعرف ناس شغاله بالفعل وعندها قنوات يوتيوب يعني فيها مشتركين قليله جدا وبيكسبوا منها. فخلينا دلوقتي نشوف الناس اللي شغاله في السوق الاجنبي والسوق العربي بنفس المثال اللي احنا واخدينه، اللي احنا قلنا عليه عفوا، والاثنين شاريين من جو هاي ليفل. اول مثال عندنا منصه اسمها 360 كورس كريتور او كورس كريتور 360، والشخص ده مستهدف الناس اللي عندها كورسات. طبعا انت لازم تستهدف عميل واحد. يعني الشغل ده ينفع للشخص اللي عنده منتجات رقميه، ينفع للي عنده كورسات، ينفع اللي عنده اونلاين منتجات ملموسه برضه، ينفع اللي عنده اطباء الاسنان برضه، ينفع ليهم برضه بشكل كبير، وينفع لاي حد عنده اونلاين بزنس بشكل كبير. فهنا بيقول لك الشخص ده اول ان وان سوفت وير فور كورس كريتور. يعني السوفت وير اللي انت هتستخدمه ده للناس مقدمي الكورسات. اول ان وان يعني كل شيء في مكان واحد. يعني عندك ايميل ماركتنج، عندك بيج بيلدر، عندك سيلز فانل، عندك اوتوميشن، عندك واتساب اوتوميشن، عندك بيبلاين، عندك كل ده واكتر كمان هتستخدمه في مكان واحد. وتعالى اوري لك الشخص ده بيستخدم المنصه دي وبيبيع باسعار، يعني زي ما قلت لك هنا بيبيع لك الخطه الاولانيه ب $97 فيها انليمتد سيلز فانل، بيدي لك سيلز فانل كتيره جدا اكتر من المنصه نفسها. طبعا شوفوا عشان خاطر يتفوق ويبيع، لان هنا بيقول لك 3 سب اكونت بس، فهنا هو بيقول لك انليمتد سيلز فانل. هتقول لي يعني برضو الباقة اللي فيها 97 فيها انليمتد سيلز فانل، هقول لك اوكي، ولكن هو طبعا الشخص ده مدي لك تمبلت وقوالب وفي مجتمع انت هتخش معاه علشان يقدر يبيع. الشغل التاني برضه هو ممكن يكون ده اغلى من المنصة برضه، فعادي وبيبيع وبيكسب وبيحقق ارباح. الباقة التانية عندهم برضو ده شهري مش سنوي، $147 شهريا هتدفع انت المبلغ ده، او عميلك هيدفع المبلغ ده لو انت عملت اجنسي زي صاحب الموقع ده بيدفع $147 العميل عنده. شوف عنده كم عميل، يعني سي انت مثلا لو عنده 1000 عميل بس في السوق الاجنبي بيدفعوا له مبلغ زي ده، فانت كده بيحقق $147,000 شهريا، وقد يكون اكتر كمان، لان العميل اللي بيدفع لك مبلغ زي ده عميل جودته عاليه، فبالتالي انت ممكن تبيع له خدمات، انت ممكن تبيع له قوالب وهكذا. فبالتالي انت بتعلي المارجن ريت عندك او الهامش الربح بتاعك من خلال الوايت ليبل والاجنسي تبعك. وفي الباقه الاغلى اللي هي $297 شهريا، دي برضو بيبقى فيها اشياء متقدمه، ويبقى فيها يعني حاجات برضو. في هنا بيقول لك 360 اكونت، ده برضو يعني شيء برضو متقدم بيضيفه للعميل اللي بيشترك عنده، مش موجود في جو هاي ليفل زي ما احنا قلنا. فانت بالتالي لازم انت بتعلي العرض بتاعك علشان العميل يشتري منك ويفضل مستمر معاك، لان احنا عارفين المنافسه بتزيد كل يوم، المنافسه موجوده في كل الاسواق ومع كل العملاء وكل المنصات. المثال الثاني اللي عايز اوريه لك ده برضو عميل واخد من جوه هاي ليفل برضو وشاري منها وبيبيع المنصة لحسابه، اسمها كيان دوت اي اي في الوطن العربي. الشخص ده انا اعرفه شخصيا، وبيبيع المنصة لحسابه برضه، بيعمل شوية خدمات مع بيع الحسابات، عنده قناة يوتيوب عليها مشتركين كتير وبيبيع الخدمات مع الحسابات بتاعته. واسعاره انت لو شفت اسعاره هتستغرب خالص، يعني احنا اسعاره دلوقتي بص هنا بيوري لك برضه نفس الامكانيات اللي عند المنصة الام اللي هي جو هاي ليفل، نفس الخدمات، يعني هو نفس الامكانيات يعني بيوريها لك.
هو عنده باقتين هنا، باقتين اتنين بس. هنا مانثلي بلان اللي هي $197، انت هتاخد $197 وهتاخد حساب في كل الامكانيات. اكيد في دعم، اكيد في، طبعا في دعم وفي شويه مميزات تانية. ويبيعها ب $197. طب هو ليه بيبيع ده غالي؟ انا هو برضه من وجهه نظري ده غالي. ليه بيبيع غالي؟ لانه عنده قناه يوتيوب، عنده متابعين، فبيبيع بيع غناوه زي ما احنا بنقول يعني في السوق كده بلغه الدرجه، بيبيع بيع غناوة. فبالتالي في عملاء بتشتري منه وبيبيع خدمات مع الأسعار دي. وطبعا يعني لو باع لك خدمة ب2000 ولا $3000 مش هياخد السعر ده منك إلا بعد 6 شهور أو 3 شهور من شراء الخدمة منك. بيبدأ يدفع لك السعر ده بعد ما شراء الخدمة. يعني هو قالوا 3 شهور مجانا، بس بيكون دفع ثمن الخدمة اللي هي 3000 أو $5000، وهكذا. ولو عايز تدفع سنوي بتدفع $164، ولكن بيلد انوال، يعني انت بتدفعهم سنوي دفعه واحده. اكيد السعر اقل 164 من 197، ولكن انت بتدفعهم دفعه واحده لمده سنه، وهكذا. فده شخص برضه تاني برضه في السوق العربي. يعني احنا خدنا مثالين، واحد في السوق العربي وواحد في السوق الاجنبي. الاثنين واخدين من جوه ليفل، والاثنين بيسعروا بشكل مختلف تماما، والاثنين عندهم نفس الامكانيات، والاثنين بيكسبوا بيحققوا ارباح، ولا ما كانوش استمروا في البيزنس ده. فده بيزنس رهيب جدا، جميل جدا. انت لو عندك امكانيه يعني ما تفكرش، توكل على الله وابدا سوق. هتسوق ازاي؟ في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هقول لك تسوق ازاي، وازاي تجيب عملائك، وازاي تسوق حتى لو الحسابات عايز تسوق للحسابات بس مش عايز تعمل خدمات، هقول لك ازاي تسوق للحسابات. ولو عايز تسوق للخدمات والحسابات والاستشارات برضو هقول لك ازاي تعمل كده. اتمنى الفيديو كان مفيد ليك، وشكرا على مشاهدة. ما تنساش تعمل متابعة، وان شاء الله نشوفك في فيديوهات جايه. السلام عليكم.